اكتر حاجة عبثية هتسمعها في حياتك. اقسم بالله اكتر حاجة عبثية هتسمعها في حياتك. دي غريبة. هل ينفع واحد ساقط ابتدائية بيعاير واحد في الجامعة؟ ابنك تعبان يا حاج. لا مش تعبان يا دكتور. لا ابنك مجنون يا حاج. في البداية حابب اشكر كل الناس اللي بتدعمنا الفترة اللي فاتت، سواء بتعليق او مشاركة او حتى لايك، والناس اللي عامله لنا متابعة انتم على راسي من فوق. والفيديو ده عايزك تعمل له مشاركة وتبعته لكل واحد مش فاهم يعني ايه قيمة النادي الاهلي العظيم كبير افريقيا وسيد القاره، عشان الكل يعرف الحقيقه وتفوق المشجع اللي سايب ودانه لناس بتبيع له الوهم في ازايز. ولو انت مش متابعنا تابعنا عشان ما يفوتكش كتير. امبارح طلعت علينا مذيعه قناه الزمالك فرح علي بتلقح على الاهلي بكلام في فيديو ينفع يتقال عليه الفيديو الاكثر كوميديا لسنه 2026. هنسمعه مع بعض ونعلق عليه جزء جزء. غريبة قوي من الناس اللي في الأندية التانية، يعني كمية شماتة غير طبيعية. طب تقول لي حاجة مش مستغربة ليه؟ متوقع تلاقي واحد يقول لك هتطلع بموسم صفري زيي. انت فاهم غلط. انا ابقى زيك لو طموحي اتغير. انا ابقى زيك لو منتظر ان انا اشمت لما اشوف خسارة لفريق وصل للنهائي. وعلى فكرة هقولها تاني، احنا مش شاغلين بالنا بأي حد. يا سلام، اما قصه عبره صحيح. ده انتوا كنتوا بتبيعوا سبح لما الاهلي خرج من كاس العالم وما شمتوش ابدا في الاهلي لما خرج من افريقيا. خلص كام؟ 2-1. طب علوا صوت الزغاريط. ما لازم يعني. لا دلوقتي علوا صوت الزغاريط. بس كفايه كذب. سيبك بقى من كميه الهبد اللي فاتت دي كلها والكذب ده كله، وركز معايا في اللي جاي، لان الجمله اللي هتتقال دلوقتي هي سبب المشكله من الاساس. مش شاغل نفسي غير بنفسي، وبإذنك يا رب اخد الدوري. بس حتى لو لا قدر الله طلعت زيك تصدق؟ فده يسألك انت صارف مليارات ومكلف في ظروف مالية صعبة، وانا بقى معايا رجالة بتشتغل في اضعف الظروف المواقف. ففكرة ان فريق طالع من ربع النهائي مغلوب رايح جاي، بعض جماهيره بتعاير فريق خسران النهائي، دي غريبة. هل ينفع واحد ساقط ابتدائية بيعاير واحد في الجامعة؟ هو الغريب فعلا يا استاذه فرح ان حضرتك بتشبهي الكونفو رمضانيه باعلى بطوله في القاره دوري ابطال افريقيا. هو الغريب فعلا يا استاذه فرح انك بتقولي على غول افريقيا زيك. الاهلي غول افريقيا وسيد القاره يتقال عليه زيك. الاهلي اللي مشارك 10 مرات في كاس العالم في الوقت اللي حضرتك ما خطتيش كاس العالم يتقال عليه زيك. الاهلي اللي عنده 4 برونزيه كاس عالم يتقال عليه زيك. الاهلي اللي عنده 12 دوري ابطال افريقيا و9 سوبر افريقي واعلى نادي عنده بطولات في القاره كلها يتقال عليه زيك. الاهلي اللي كسر عين التخين في افريقيا واسيا ولعب قصاد فرق اوروبيه اخركم تشوفوها في التلفزيون يتقال عليه زيك. الاهلي اللي في اخر 25 سنه محقق 10 دوري ابطال في افريقيا اللي هم ضعف البطولات بتاعتكم، وعلى المستوى المحلي 15 دوري اللي هم ما حققتهمش في تاريخك كله يتقال عليه زيك. الاهلي اللي عنده لستة بطولات وانجازات لو اتكلمنا فيها للسنه الجايه ما نخلص يتقال عليه زيك، عشان مقدم موسم واحد من مواسمك الاسطوريه ويتقال عليه موسم صفري، مع ان الاهلي في بدايه الموسم محقق على حسابكم السوبر المصري في الوقت اللي الزمالك ما حققش فيه اي بطوله الموسم ده. ده حتى الاهلي وهو مقدم الموسم الاسوأ في تاريخه مقابلكم 3 مرات فايز عليكم ال3 مرات، واخر مره غلبكم 3 صايمين. وعجباني قوي جمله الزمالك برغم الظروف والصعوبات اللي شغاله معاكم على الجنبين. لو الزمالك فاز يبقى برغم الظروف والصعوبات، اما لو الزمالك خسر يبقى عشان الظروف والصعوبات. اللي بتضحكوا بيها على الناس اللي خلينا ما نقولش مغفلين، لكن الناس الطيبين المشجعين اللي فعلا بيحبوا نادي الزمالك. ده انتوا اكتر نادي شاري لعيبه الموسم ده، والحصيله ايه؟ 0 بطوله، وخارجين من الكونفدراليه بفضيحه على ارضكم وقدام جمهوركم من فريق ال 13 في الدوري الجزائري قدام 100,000 زملكاوي. وفي الاخر الاهلي في ابتدائيه وانتم في الجامعه. قسما بالله الاهلي لو في ابتدائيه انتم ما تحصلوا بصماجي.